السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفه جديده من وصفاتي. هنعمل سلطه الزبادي بالخيار. سلطه حلوه كده ترطب على القلب في الحر. نبدا على بركه الله. عندي خيار، طبعا الكميات زي ما انتم عايزين، وعندي شبت، عودين من الشبت وعود من النعناع. هقشر الخيار. طبعا اللي مش عايز يقشر خيار براحته، بس انا بفضل اقشره. بالنسبه للخيار، يا اما ان انتوا تبشروه بالمبشره وتبقوا تصفوا الميه بتاعته، او ان انتوا تقطعوه قطع صغيره بالمنظر ده. ودي طبعا الطريقه اللي انا بفضلها جدا، لان كده بحتفظ بالعصاره بتاعه الخيار جواه. هفرم الشبت ناعم وهضيفهم على الخيار اللي احنا قطعناه. هحط فصين من الثوم، هفرمهم ناعم جدا. عندي نص معلقه ملح، ومعلقه كبيره من النعناع الناشف، وشويه من الفلفل الاسود. دي كل المكونات اللي انا حطيتها. ده نوع الزبادي اللي انا استخدمته، زبادي كريمي مفيهوش اي ميه خالص، القوام بتاعه كريمي خالص. هبتدي اضيف منه شويه شويه. بالنسبه للنعناع الناشف لو مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا النعناع الاخضر عادي، وهيدينا نفس النتيجه برضه. هقلب كله مع بعضه عشان كل المكونات تختلط مع بعضها. هضيف بعد كده عصير الليمون وشويه من زيت الزيتون، حوالي معلقه. وهقلب بقى كله مع بعضه عشان يمتزج كل حاجه مع بعضها. كده خلاص السلطه خلصت. هنغرفها في طبق التقديم. هرش على الوش شويه من زيت الزيتون، وهنزينها بشويه من النعناع الاخضر او شويه من الشبت. كده السلطه بتاعتنا اصبحت جاهزه. السلطه دي بقى تتاكل جنب مشاوي، جنب حاجات محمره، جنب محاشي، تحفه. غير كده كمان لو حطينا جنبها شويه عيش محمر تنفع سناكس حلوه قوي وجميله جدا، وجبه بين الوجبات. شايفين قوامها عامل ازاي؟ كريمي خالص. السلطه دي تعتبر من اجمل واسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها في البيت. سهله جدا، وغير كده طعمها الخرافي. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهارده. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، والى اللقاء في وصفات اخرى قادمه. سلام عليكم.